السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في النهاردة قطر وقع في مرسى مطروح. ارتفاع عدد ضحايا حادث انقلاب عربة قطار ركاب الضبعة إلى 3 وفيات و55 مصاب. العربية بتاعت القطر وقعت. كشفت غرفة عمليات مديرية الصحة بمطروح عن ارتفاع عدد ضحايا حادث انقلاب عربة قطار ركاب قادم من مرسى مطروح في الاتجاه الإسكندرية في منطقة صحراوية غربي مدينة الضبعة بين قريتين، قرية اسمها زاوية العوامة والتانية اسمها وثواني جابر، ل3 وفيات و55 مصاب حتى الآن. توقفت حركة القطارات طبعا منذ قليل على خط مطروح محرم بيك، وذلك عقب خروج القطار عن القضبان في الكيلو 203 بين محطتي فواكه وجلال، وبسبب هبوط في السكة. وكان القطار في رحلته إلى خط مطروح محرم بيك على أن يستكمل لاحقا كرحلة رقم 1936 من محرم بيك للقاهرة، إلا أن فور وقوع الحادث تم استدعاء الأوناش لرفع العربات المتضررة وإعادتها إلى مسارها، إلى جانب دفع فرق هندسية السكك الحديدية للتعامل مع مشكلة الهبوط في السكة الحديدية ومعالجتها. لله الأمر من قبل ومن بعد. بشكركم جدا، بتمنى من حضراتكم الاشتراك في القناة، تفعيل زر الجرس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.